يا صباح الخير والتفاؤل على كل مستمعينا في كل مكان، أصدقاء راديو تسعينات اف ام وأصدقاء برنامجكم سنة أولى بزنس. أنا دعاء العدلي، هكون معاكم لمدة نص ساعة، هنتشارك ونحكي قصة جديدة من عالم البزنس. شخصية مميزة جدا نجحت وخدت خطوات فارقة في دنيا البزنس، فرقت في دنيتها ودنيا اللي حواليها وسابت أثر بطريقة مميزة. معايا ومعاكم كوتش دينا صبري، مدربة تطوير ذهني، مايند شيفت كوتش، ليدرشيب انستراكتور، NLP براكتيشنر، عملت نجاحات وخبرة من 2011 بتشتغل في عالم تطوير واكتشاف الذات. رسالتها تمكن الأفراد وتساعدهم إنهم يعرفوا نفسهم أكتر، يكتشفوا الكنز اللي جواهم ويكونوا أفضل نسخة من نفسهم بخطوات مميزة، وهي اللي بتحط الخريطة بتاعتهم وتفرق جدا في الدنيا بتاعتهم. معايا ومعاكم دينا صبري. يا أهلا بيكي يا دينا. أهلا يا دعاء، سعيدة بوجودك معنا جدا. وأنا أسعد. يعني عايزين نعرف الحكاية بدأت منين ورحنا بيها على فين، بس قبل ما نعرف أي حاجة هنطلع فاصل. مستمعينا استنونا واسمعوا القصة الملهمة من أولها لآخرها، اوعوا تروحوا في أي حتة. قبل الفاصل عرفتكم مستمعينا مين هي كوتش دينا صبري. أحبك أنت يا دينا تقولي لمستمعينا مين هي كوتش دينا صبري. السؤال ده مهم جدا وهو ده أكبر سؤال بشتغل عليه مع الناس وبشتغلت عليه مع نفسي الأول. حلو جدا. أنا دينا صبري، أم الثلاث بنات ما شاء الله. ابتدى الموضوع جوايا إن أنا عايزة أعرف مين دينا صبري، وأنا مين، وأنا هنا ليه، وهي كده. بس دايما السؤال اللي كنت دايما أسأله لنفسي أو قاعدة مع ناس أصحابي، هي كده، هو خلاص كده يعني، هو مثلا واحد اتجوز وخلف وبعدين خلاص يعني هنفضل كده ولا ايه النظام ولا هيحصل ايه؟ هم قالوا لنا كده، ادونا الكتالوج. ايوه. بفرق على طول. عايزه اتعلم حاجه، عايزه، مش مقتنعه ان انا خلصت كده، او ان انا هبقى مركزه بس مع البنات. انا بحب جدا كنت الاطفال وحابه ان انا اديهم وقت، وكنت بشتغل قبل ما اتجوز، وجوزت كنت 27 سنه تقريبا، وقبليها اشتغلت في مجال البي ار والماركتينج كل الحته دي، جربتي كل الحاجات. وكنت مبسوطه وكده. وبعد كده لما اتجوزت بقى وخلفت حسيت ان لا، انا عايزه اديهم وقت ومجهود وكل حاجه، وذكريات وحاجات حلوه كتير. بس بعد شويه حسيت طب هو انا فين؟ طب لا، انا عايزه اتعلم حاجه جديده. طب ماشي، انا ممكن كده، بس مش عايزه اشتغل شغل من 9 ل5. انا عايزه اتعلم حاجات اقوى من كده. حلو جدا. فابتديت بقى باي تايم، كل ما احس ان انا داون او عامله اي مشروع، عامله حاجه، اشتغل في الهوم ويرز شويه، حاجات البيت بحبها، اروح اجيب واعمل افكار بالظبط. لغايه ما فتره كده كنت حاسه ان انا ام داون شويه، والدنيا زحمه، والبيت ابتدى حاسه يعني بان انا مش عارفه اتنفس. يعني حاسه ليه بقى؟ لان انا مش بحب الف في نفس الحلقه. مش هقول لك ان انا واحده بتاعت روتين قوي، لان الروتين بيخنقني شويه. لان فلما حسيت ان انا في روتين، حسيت ان لا، في حاجه غلط، احنا ما اتخلقناش لكده، هو صح. اكيد هي مش كده. فقررت اني عايزه اشتغل على نفسي اكتر. ابتديت اخد كورسات. ابتديت بحاجه اسمها EFT اللي هو Emotional Freedom Techniques، اللي هي التابينج، وازاي هاو تو ريليس الانرجي وكده، واتبسطت قوي. وبعدين ابتديت حسيت ان ايه ده، دماغي ابتدت تتغير شويه. فهمت حاجات ما كنتش اعرفها. طبعا اي حاجه بناخدها واي حد بنقعد معاه الاول قبل الناس. ما خدتش حاجه عشان الناس، انا واخده عشاني انا. هو يعني في ايه تاني في الحياه اكتر من اللي انا عايشاه؟ لان اكيد في اكتر. ده صح. كان طول عمري اقول لنفسي كده. حلو جدا. فاخدت الكورس ده وحسيت بفرق جامد جدا مع نفسي، مع افكاري، مع تعاملي مع الناس. الله، ده حاجه لذيذه. في تكنيك اعمله كل ما احس ان انا ستريسد، اللي هو التابينج. يس. بعديها بشويه كده، يمكن سنه او 2، قلت انا عايزه اخد كورس حاجه لنفسي. ابتديت اجوجل، ابص، لقيت في دبي حاجه اللي هي الكوتشنج. كان لسه بدايه يعني. بالظبط. كان انتي ما شاء الله باديه من بدري كمان. كان 2016. حلو جدا.
فلقيت الكورس ده انا عايزه اخد حاجه بره مصر، عايزه اسافر علشان انعزل مع نفسي وابقى بعيده عن اي ستريس، اي حاجه. انا عايزه انعزل مع نفسي عشان افهم اكتر. حلو جدا. فطلع توتالي لنفسي. فلقيت الكورس ده كان عباره عن 13 يوم ومفيش بريك. هم 13 يوم من الساعه 9-10 الصبح ل9 بالليل. واو. فكان دايما يقول لنا عشان نبقى انترانس، يعني نفضل في المود وما نبقاش ديستراكتد باي انرجي من بره، يعني واخدين الانرجي بتاعت الموضوع فتبقي في حال كده. فالكورس ده كان عباره عن لايف كوتشنج وان ال بي والهيبنوسيس، بس مش الهيبنوسيس اللي هي التنويم المغناطيسي. الهيبنوسيس ده طلع ليه معاني كتيره جدا. دي اصلا related بالايماجينيشن، ازاي نتعلم ان احنا نستخدم هبه ربنا مديها لنا احنا مش حاسين. هي ازاي نعمه كبيره جدا ان انت تقفل عينك وتتخيل. لان احنا كان ممكن ربنا ما يديناش التخيل ده ونبقى بس بنشوف اللي احنا بنشوفه في حياتنا، بس ما عندكيش هبه انك تغمضي عينك وتتخيلي. فدي نعمه، دي نعمه قويه جدا، مش كل الناس عندها الامكانيه دي اصلا. بالظبط. وتكتشفي ان احنا اللي عاملين لها بلوك. هو ربنا مديها لكل حد، هو ربنا ادانا كل حاجه زي بعض. ايوه، حد عامل لها بلوك وحد عارف ياكتفها ويشتغل بيها. صح. ابتديت اكتيفيتد في الكورس ده. واو. واخدت الان ال بي والكوتشنج، بجد كان كورس خطير. كان ترانسفورميشن لنفسي و100% لنفسي. رجعت بقى منه ابتديت الناس بقى اللي هو كل حد لا انت لازم تشتغلي في الحته دي، انت قوي اصلا بتحبي قوي تحلي من الناس مشاكلها، انت بتحبي قوي تسابورت. انت ده طبعك اصلا من معرفتي بيكي. لا انت لازم قوي تبقي انت اصلا ايدياز ديلر. كان عندي واحده صاحبتي دايما تقول لي انت عامله زي الديلر في الثوتس بتاعتك. فكنت كل ما اقول فكره لحد يدورها ويبتدي يعمل بيها، والموضوع ده كان بيساعدني جدا. فابتديت احس ان لا واي نوت. يعني حتى كنت اكسرسايز من اللي اخدته في الكورس مع واحده صاحبتي، وكانت على مشارف بدايه حياه جديده، انها حققت الحاجه اللي كان نفسها تعملها، انها تبقى في بيت. وكانت متخيله بالايماجينيشن اللي كنا بنتكلم عليها، انها تخيلت نفسها قاعده في شباك في بيت بتاعها جايباه من هي وقاعده بتشرب فنجان القهوه في الشباك، وابتدت شغلها وكده. وبعد اقل من سنه لقيتها بتقولي ان الموضوع ده اتحقق. فبرضه it was turning point بالنسبه لي، ان الواحد بيبقى فاكر ان ماشي حلو كلام الناس واللذيذ انه بيشجعوكي، بس هي فعلا بتبقى من جوه. يعني لما بتلاقي بقى فعلا حصل تغيير. حلو جدا. فابتديت بقى اعوز اشتغل في الموضوع ده، وقلت يلا هجرب مع الناس اللي حواليا بقى وكده، اشتغل عليهم كده مع نفسي. ايوه، بس بالتكنيكس بقى الزون القريبه دول اللي بنجرب فيهم كل حاجه في الاول. بالتكنيكس بقى اللي انا اتعلمته، مش بقى حبي كده زي ما كنت بعملها. ابتديت بقى اعمل الموضوع ده كده، وبعدين فجأة unexpected بقى got pregnant في بنتي الثالثه. انا كان عندي 2 والثالثه كانت حملت فيها 2016، فالفرق بينهم كبير 13 سنه و10 سنين. وفريده بقى الصغيره دي هتظهر معايا في فيديوهات كتير. كانت مفاجاه، يعني not planned unexpected. فحصل بوز بقى لاي حاجه. لما حصل البوست ده اتلخمت طبعا، وبالذات ان انا سافرت ولدتها وبتاع وحاجه، حصل حاجات كتير كده. وبعدين فجأة بعد ما خلصت ده تاني السؤال، هو انا مين وبعمل ايه؟ وهي كده بقى اللي انت كنتي بدأتي. بس هي بتبتدي مش اللي هو يلا بقى ارجع للي كنت بكمله. هي بتلاقي نفسك وقفتي عند السؤال المهم جدا جدا، اللي هو احنا لازم نسأله نفسنا كل شويه. هي مش مرة بتجاوبي عليها، انت ما هتجاوبيني كمان سنة السؤال ده انا هرد تاني. صح. فانا مين دي برضو، وانا بعمل ايه؟ طب هي كده، هي خلاص كده؟ لا طبعا. فقلت طب اعمل ايه؟ قعدت افكر كده، ايه ده؟ الكورس اللي انا كنت واخداه هو كوتشنج بس مش ICF. طب لا، انا دلوقتي بقى عايزه اخد كورس، عايزه اخد حاجه ICF، وعايزه اخد حاجه للناس. الاولاني خدته ليا، التاني كان للناس.
قبل ما افكر في الكورس بصراحه كنت حاسه ان انا في دروبس بقى عندي محتاجه اشتغل عليها، في توهان، في انا مش عارفه بالظبط ايه اللي انا عايزاه. طب هو انا فعلا عايزه اشتغل الحته دي ولا لا؟ ف حلو قوي. يعني لجأت لكوتش، ان انا تو بي كوتشد. ودي كانت تيرنينج بوينت برضو بصراحه معايا. حلو جدا. خلصت الكوتشنج ده، وبعد كده ابتديت بقى منه اعرف تجاوبي على السؤال الاساسي، انا مين دينا بقى. وكان خلال الكوتشنج ده كان في جورنالينج كتير، والجورنالينج هي دي من اكبر الحاجات اللي فرقت معايا. واو. وده ياخدني ان انا اسالك يا دينا سؤالنا التاني، ليه الناس تروح لدينا ما تروحش لاي كوتش تاني؟ دايما كل كوتش عنده يونيكنس، عنده حاجه هو فعلا هو اشطر واحد فيها. فانا عارفه ان انت عندك التريكات بتاعتك، شاركينا وقولي للمستمعين. يلا بصي، اليونيكنس بحسها عندي يعني، ودي يعني دي انا اللي بحسها، وفي نفس الوقت احب اسمعها من الاودينس ومن الناس اللي بتتعاملي معاها، ان انا مش بعمل اي حاجه انا ما جربتهاش. حلو جدا. بمعنى ان انا عندي اولا كل كلاينت بيجيلي هو ستودنت ليا وتيتشر ليا، الاثنين مع بعض. يعني لان انا هتعلم حاجه، هشوف مثلا ايه النقطه اللي هو ضعيف فيها، وابص على نفسي اقول انا عندي حاجه شبهها، طب ايه ريليتد ليها عندي؟ طب الله، طب ما انا اشتغل معاه عليها. فان احنا بنشتغل مع بعض على الحاجه لو لقيتها عندي، فدي نقطه بتفرق معايا قوي، لان انا ببقى حاسه بيك، انا حاسه باللي انت بتعانيه، حاسه بان، وفي نفس الوقت لما بنشتغل مع بعض ويحصل تغير، اللي هو ايه ده، بص هو التغير بيحصل، مش انها اتس نوت دوبل. لان كتير قوي يخش لك بمبدا هو في حد بيتغير، اللي فيه داء ما بي مش عارفه ايه، ولا الناس عندها جمود، يعني ده مش فلكسبل. انا اي بليف جدا ان البني ادم هو اللي بيقرر انه يتغير. البني ادم لوحده مش بيتغير، بس لو قرر هيتغير. انا حاسه ان انا واحده تانية من 10 سنين، كل يوم لما بقرر اتعلم حاجه ببقى واحده تانية. ففكره ان احنا بنتعلم مع بعض وبنغير الحاجات مع بعض، وان بنثبت لبعض ان احنا بنتغير، دي بحسها يونيكنس. اوثنتسيتي دي المين فاليوز بتاعتي، اللي هو things لازم تبقى حقيقيه قوي. احنا لازم نبقى حقيقيين، مفيش حاجه اسمها بيرفكشن، ومفيش حاجه ان انت لازم تبقى بيرفكت في كل حاجه. وعشان انا مش انا لايف كوتش فانا بقى قاعده هنا وبنظر عليك، انا بني ادم بغلط وبصيب. وانا نفسي كلايف كوتش بيحصل لي حاجات، ببقى عندي من وقت لوقت ديبريشن بحاول اطلع منه، اوقات برضو عندي لخبطه. مش هما الناس بتحطنا في قالب ان احنا يا عم انت لايف كوتش بالظبط، ازاي يعمل يطلع منك التصرف؟ لا بالعكس، هو انا اصلا لو ما بعملش الاخطاء دي انا مش هتعلم. صح جدا. هو اصلا انا اتحطيت في الحته دي عشان اتعلم. ففكره الاوثنتسيتي دي نقطه مهمه جدا. بحس انها، لان انا اتعاملت مع ناس كتير دايما بيعملوا از كوتشز برضو، انه يعملوا لك بمنطلق ان انت كذا انت، ففيها جادجمنت كتير. فمن ضمن الحاجات، لا احنا اتس جادجمنت فري زون. عندي تكنيكس اتعلمت في الكورس بتاعي، اللي هو اللي اخدته بقى اخر واحد اللي لسه ما كنتش قلت لك عليه، اللي هو ايباك. ده انستيتيوت اخدتها في امريكا، كانت سنه ماسترز. قلت اخرج شويه عن البرامج اللي في مصر عشان يبقى في اختلاف، حاجه مختلفه ليكي بصمتك كمان. بالظبط. فالتولز اللي اتعلمتها هناك خطيره، اتس فعلا يونيك، ريليتد بالطاقه بتاعت كلامنا، ريليتد بديسيبلين المفروض لو اتعلمناها، زي الرضا والاكسبتنس والوعي، وازاي اختار في كده 10 ديسيبلين كده بشتغل بيهم، بنعمل لهم براكتس. فدي مش موجوده قوي يعني نفس الطريقه اللي انت درستيها بالظبط. فالتولز دي بتنجز قوي في طريقه التفكير، بتخليكي تعرفي يعني ايه افكر بطريقه مختلفه. انا مش بس بقولك حاولي تشوفيها بطريقه مختلفه، لا انا بديكي التولز اللي هتخليكي تشوفيها بطريقه مختلفه. كميه جورنالينج بنعملها مع بعض خطيره، بتخليكي تنور لمض معينه
تشوفي الرسائل اللي ربنا بعتها لك علشان تقدري تاخديها خطوه تتغيري بيها. حلو الكلام جدا، ده كلام عظيم. فيعني يبقى وده برضو يرجع لليونيكنس بتاعك، ان انت بتمارسي حاجه فعلا مش منتشره ومش موجوده كتير في الماركت. بالظبط. فهم اتنين، واحده ريليتد بيا اللي هي الاوثنتسيتي، والتانيه بالطريق بالاديوكيشن بتاعتي، بالطريقه اللي انا اتعلمت بيها. سوبر يا دينا. طيب عادة كل حد فينا وهو بيعمل البيزنس بتاعه او هو بيبقى موجود في الماركت، في تحدي عدى على دينا قبله غير دينا بعده. ايه اكبر تحدي عدى عليكي في الرحلة يا دينا؟ ابتدي منين؟ ابدأ منين؟ ولازم تعملي سوشيال ميديا، ولازم تفتحي اكاونت على الانستجرام، ولازم تتكلمي مع الناس. لا 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 لا، انا ما بحبش اطلع على السوشيال ميديا، ومش لازم على فكره. انا ممكن ابقى لايف كوتش كويسه جدا ويبقى ليا بصمتي عند الناس من غير ما اطلع واتكلم واقول هاي وبتاع واعمل والبس واعمل الحركات دي كلها. ما انا عايزه ابقى اوثنتك قوي. فاهمه؟ فقعدت، دي كانت لقطه اللي هو، فكنت دايما اقول انا مش بحب السوشيال ميديا، انا مش بحب اطلع اتكلم مع الناس، انا عايزه اتكلم مع الناس ان بيرسونال، مش عايزه اطلع اتكلم في السوشيال ميديا. علشان انت حد اكستروفيرت بيحب يختلط بالناس، بيحب يتكلم مع الناس. بالزبط. بس في الكوكب اللي احنا بقينا فيه والدنيا بتاعتنا، السوشيال ميديا خدت شكل مختلف. بالظبط. بلس بقى ان ايه ده، انا اتعلمت حاجات كتير قوي. هو انا هعلم الناس ايه؟ طب هبتدي منين؟ طب لما هعمل سيشنز هرتب السيشن ازاي؟ طب انا عارفه بقى كده شبكه بقى، ابتدي منين واعلم الناس ايه، واستخدم كل اللي اتعلمته ده. زي مش عايزه بقى كورس يونيك، طب هو كورس از هيوج واميزنج، ماتيريالز خطيره. بس انا هعمل ايه بقى بكل ايوه ابدا منين بقى؟ انا اعمل ايه دلوقتي؟ هي ابدا منين ده اجابه سؤال كبير قوي فعلا، ده تشالنج عند ناس كتير قوي. بالظبط. فرحت بقى قلت ايه، انا ما بحبش السوشيال ميديا، لغايه ما يوم كنت بكتب كتير جدا. وانتي بتجورنالي كمان طول الوقت، فاكتب على ماي ايموشنز، واكتب اقعد ارتب بقى. طب ارتب الافكار، ارتب انا عايزه اعمل ايه مع كلاينتس، ارتب طب لو عايزه اعمل ورك شوب، طب ارتب انا عايزه ابتدي ازاي. لغايه ما في يوم بكتب اباوت السوشيال ميديا، وانا ليه مش عايزه اعمل، طب مش عارفه ايه ماما، ونمت وصحيت في وسط الليل كده بالظبط. كنت قلت ايه ده، انا مش خايفه من السوشيال، انا مش فكره ان انا ما بحبش السوشيال ميديا، انا خايفه اطلع اتكلم مع ناس وتو بي جادجد. انا بحب دايما يبقى ليا كده هيبتي، واحب الدنيا تبقى لذيذه وكده، لان طول عمري وانا صغيره بمثل كتير جدا في المدرسه، وبطلع اغني في الباص في الرحلات، وبعمل ومشاغبه جدا وليا صوت قد كده. فمنين انا بقول انا مش بحب السوشيال ميديا؟ لا، انا بحب اتكلم مع ناس، وبحب امثل كمان جدا. فاللي هو لا، ده مش حقيقي. انا الايموشن الصح ان انا مش بحب، لكن الغلط ان انا عماله اضحك على نفسي واقول انا مش بحب وانا خايفه. بالظبط. فلما حطيت الخوف بقى بالظبط، فحطيت ايدي على الموضوع الصح، فابتدى ده بقى تتريجر ازاي اضيع الخوف ده، لان انا ما بحبش الخوف وما بحبش الضعف وما بحبش كلمه ما ينفعش. تاني يوم بالظبط كان عندي ناس في البيت، فواحد صاحبنا قال لي دينا انت بجد لازم تبتدي تتكلمي ان بابليك وكده، انت حرام كلامك وبتقولي كلام حلو. انا خدت كورس بابليك سبيكينج. الله. and here is her number، وكلميها وخدي معاها الكورس. واو. اخدت الكورس بابليك سبيكينج، it was great، ونقلني كانت خطيره بصراحه يعني. حلو جدا. فاخدت الكورس، اداكي الثقه، اداكي فكره انا لا لازم ابقى يعني ابقى واقفه قدام الناس بتكلم معاهم، سواء من قدام كاميرا او من ورا كاميرا. بالزبط. بس انا هعمل ماي اون اكسبوجر، انا هبدا اظهر. بالظبط. كل حاجه كنت بقول مش بعرف، هي اوت اوف خوف. فكنت بقول انا مش هعرف اختصر الموضوع لريل في دقيقتين، انا مش هعرف اختار السبجكت، انا عندي سبجكت كتير قوي في دماغي. كل حاجه كنت بقول مش بعرف. وبعدين لما قعدت رتبت افكاري، كتبت هو انا فعلا مش بعرف. لا تعرفي، بس محتاجه اركز. قعدت هيحصل ايه لو غلطت، ايه المشكله؟ قعدت كتبت السبجكتس، عملت كل سبجكت دقيقتين، وابتدينا نبراكتس. ابتدى الموضوع يتفك عشان حطيت ايدي على الريل ايموشن. هي دي القصه، ان احنا نحط ايدينا على المشاعر الحقيقيه
علشان نقدر نفك المواضيع اللي بعد كده، نفك المشكله بتاعتنا. فنبتدي بعد، يعني اللي انا عايزه اقوله بجد من الاكسبيرينس دي، نعرف ايه هي الفكره، عشان الفكره بتجيب ايموشن، والايموشن بتجيب تصرف. فانا فكرتي اني مش بعرف، فبالتالي الايموشن بتاعي فير، فبالتالي بستك يس. فلما هراجع دوت الافكار مع هعرف الايموشن هعرف الاول حاجه هي الاويرنس بتاعت الفكره جايه منين. فدي كانت اكتر حاجه في البيزنس عامله لي بلوك. وبما ان انت فكيتي البلوك مع السوشيال ميديا، هسألك السؤال اللي بحب اسأله لضيوفي جدا. السوشيال ميديا فرقت ازاي في حياة دينا صبري؟ فرقت ان انا كنت في الاول بفكر ان ايه ده، لازم يبقى عندي فولورز كتير، لازم ناس كتير، مش لازم على فكره يبقى عندي مليون فولورز، ان شاء الله يكونوا 1000، بس انا لو بامباكت واحد بس في الاسبوع، مش هقول في اليوم، انا كده تمام ومبسوطه. لان فعلا لما بنأثر في حياه حد بحاجه بوزيتيف بنبقى هو ده الانجاز. ولأن يعني بجد وده اللي احنا اتخلقنا عشانه، ان ربنا خلقنا وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. فتعرفوا دي ان انا ااثر عليكي وانتي تاثري عليا، ونسيب البصمه بتاعتنا. وهو ده اصلا انا بحس ان ده برضو يعني ناخد الحته دي ايه المسج اللي دينا بتحب تسيبها عند كل حد بتقابله، او الرساله بطريقتنا لو هنقولها as a life coach او as a حد ليه امباكت مع الناس. بتسيبي اكيد بصمه مختلفه ورساله مع كل حد بتقابليه. احنا we're made for more، مخلوقين لاكتر، مخلوقين نكتشف نفسنا اكتر، مخلوقين نعيش ايموشن اكتر من اللي احنا حابسين نفسنا جواها، مخلوقين نشوف في الدنيا اكتر. ما اتخلقناش عشان نتجوز ونقعد في اوضه وصاله ونربي العيال وشكرا. بجد انا I always believe، على طول حاسه ان في حاجات اكتر من كده لازم اكون بعملها، مش اقتنزها، يعني مش اشتريها واجيبها، لا، حاجات احسها اكتر، حاجات اتعلمها اكتر، حاجات افهمها عن الحياه اكتر. يلا نتعلم مع بعض ازاي ممكن نعيش اكتر بافكار جديده، مشاعر جديده، تصرفات بوعي يعني مختلفه، علشان to experience new kind of life كلها بفريدم اوف تشويس. يبقى عندنا حريه الاختيار، حريه ان انا بختار اكون سعيد فعلا. كنتش بفهم الجمله دي، بقى نتكلم فيها حلقه تانية. يعني ايه اختار اكون سعيد، ويعني ايه اكون تعيس. حلو جدا يا دينا. طب لو هندي نصيحة لمستمعينا، في ناس كتير قوي بتسمعنا وهم عشان احنا برنامج اسمه سنة أولى بزنس. أيوة. فهم كمان عايزين يعملوا بزنس سواء في مجال مشابه ليكي أو مجال مختلف. ايه النصيحة اللي تقولي لهم من خبرتك اعملوا الخطوة دي، وايه الحاجة اللي تقولي لهم حاسب دي مطب اوعوا تروحوا عندها؟ الخطوة اللي بتيجي في دماغك ودماغك بتقول لك لا اوعى تعملها دي صعبة قوي، هي دي أول خطوة انت لازم تبتدي بيها. لان دايما الخطوه اللي احنا عايزين ناخدها وبنقف بيها هي اللي بتبقى هتفرق معانا جدا. وده فعلا اللي حصل لي، ان كل حاجه كنت بقول عليها لا 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 استحاله او انا مش هعرف، هي دي الخطوه اللي لما باخدها البيبان بتفتح. واو، ما تسيبش. حلوه النصيحه دي قوي. ايوه، اي باب بيخبط عليك وشوف الرسائل اللي ربنا بيبعتها لك. رسائل ربنا كل ما تقابل حد وبيقول لك كلمه ما تاخدهاش كده، هي مش صدفه بجد والله، هي مش صدفه، هي صدف، كله بقدر. انا نمت صحيت لقيت حد بيقول لي خدي الكورس ده، كان ممكن اخدها كده بس عشان انا مركزه تاني يوم اليوم اللي قبله حصل ايه، عامله لينك الحاجه مع بعضها. عملت لينك الحاجه بعدها برضو طبعا بربنا، مش انا ما اقدرش اقول كل حاجه انا لما انت بس بتاخدي ستيب وتعملي مجهود. انا لما كتبت فربنا نور لي حاجه، فبعت لي حد يقول لي خدي الكورس، فبعتت لي ادتني الكورس بمنتهى يعني من هير هارت ان برايفت واي كمان الله. فبجد بجد دي اهم نصيحه بقولها، ما بلاش كلمه لا على كل فرصه بتجيلنا، لان بيبقى وراها باب بنضيع فرص بجد، وراها باب you cannot imagine جاي من وراها خير ازاي. ساعات حد يجي يقولك ايه، ما تيجي ننزل نشرب قهوة مع بعض، انت تنزل مشوار القهوة ده ممكن تقابل حد يعني يطلبك في شغل ما كنتش تتخيل بيه في حياتك. وده فعلا ده والله بجد، ده لسه حاصل لي مع جوزي من كام يوم بجد. واو، بنتكلم في حاجة، نزلنا قابلنا حد كن في حاجة هو نفسه يعملها،
هي يعني قابلنا الشخص ده بقيت ابص له وابص سبحان الله يا ربي. رسائل ربنا، توقيت ربنا، كل حاجه بتتاخد في التراك ده. فبليز بلاش نقول لا اعمال على بطال. اوبن ذا دورز، خلي عندكم كيوريوزيتي، فضول، نقول لا فعلا لما يكون في حاجه ضد قوي مصلحتنا، بس بي اوبن واحسب كويس ممكن ايه الخير اللي يجيلك من ورا الباب ده. الله يا دينا، بجد رسائل خطيرة، يعني فعلا نصايح من القلب. أنا بس زعلانة إن الوقت الحلو بيخلص بسرعة ووقت الحلقة جري جدا. الحلقة خطيرة ومميزة ومن القلب. يعني كوتش دينا فعلا ادت نصايح خطيرة، قالت كلام مميز جدا عن رحلتها وعن كل خطوة هي خدتها في الحياة. ارجعوا اسمعوا الحلقة تاني على الويب سايت بتاع تسعينات اف ام، وشوفوا الحلقة على اللايف على الصفحة الرسمية بتاعتنا على تسعينات اف ام. هتلاقوا لينكات كوتش دينا تقدروا تتواصلوا معاها من خلال صفحتها وتتعلموا اكتر عن هي بتقدم ايه وايه الحاجات الخطيرة المميزة اللي عندها. وان شاء الله نتقابل في حلقات كتير تانية باذن الله معاكي كوتش دينا. ثانك يو، ميرسي قوي على الفرصة الجميلة دي، وشكرا لوجودك معانا. نتقابل على كل خير مستمعينا. كنتم مع دعاء العدلي وسنة أولى بزنس. نتقابل يا رب على كل خير.